العصافير السبليت بالضمان. بص، الموضوع ده شائك جدا وبيعمل مشاكل كتير جدا في الهوايه. فعلا جالي مكالمات كتير بين هواه اختلفوا في حته السبليت. طيب، بالراحه كده، يعني ايه السبليت بالضمان؟ يعني انا شاري عصفور، العصفور ده شكله عادي مش باين عليه الطفره اللي انا شاريه علشانها، والطفره دي موجوده في دمه. فالعصفور ده المفروض لما يكبر ويبدا ينتج يطلع لي الطفره اللي انا شاريها. العصفور العادي ده ثمنه زي الاسترالي او يزيد عن الاسترالي حاجه بسيطه، لو هو مثلا دم فلل او شايل ريش او رمادي مثلا. لكن لما هو بيبقى سبليت مثلا لفيس او سبليت لدان فالو او السبليت للطفرات دي، بيبقى العصفور ثمن تاني خالص. فانا دافع الثمن العالي ده او المبلغ الكبير ده نتيجه ان انا شاريه سبليت علشان اخد منه طفره غاليه. طيب، اللي بيحصل ايه؟ دايما الاصول والاتفاق ما بين الهواه ان السبليت بضمان الهاوي. السبليت بضمان الهاوي. بيحصل غلط، بيحصل غلط. بيحصل ان هو يديك عصفور مثلا وتلخبط. يعني احنا هنفترض حسن النية عنده كذا عصفور في المطار، فاتلخبط واداك عصفور غلط، ورجع بعد فتره وهو بيبيع بيعه تانيه لقى العصفور اللي المفروض كان هيبيعه لك. احمد، انا اديتك عصفور غلط، ده العصفور المفروض كنت ابيعه لك عندي في المطار. ليه هو غلط الغلطه دي؟ الغلطه دي نتيجه ان هو شغال بدماغه، ان هو حافظ العصافير اللي عنده والانتاج اللي طالع عنده، حافظ الطفرات ديت او حافظ كل عصفور سبليت ايه بدماغه. فطبعا ممكن يغلط، وارد كبير ان احنا نغلط، او وارد ان احنا ننسى العصفور ده شايل طفره ايه او سبليت طفره ايه. طب ايه اللي بيحصل؟ لو تفتكروا لما انا شرحت تجهيزات المزرعه، قلت ان احنا بنعمل كذا مطار. ليه كذا مطار؟ انا مثلا مدي جوازات عندي فيس سبليت وينج لوينج سبليت فيس، هيطلعوا لي فيس سبليت وينج لوينج سبليت فيس. تمام، دول هيبقوا باينين قدامي في الانتاج. الوينج هيبقى سبليت للعكس والفيس سبليت للعكس، فهاخد كل الوينج والفيس اللي طالع ارميه في مطار. يبقى انا عارف كده ان المطار ده سبليتات عكس. يعني ايه؟ يعني عارف ان المطار ده الفيس اللي فيه سبليت وينج والوينج اللي فيه سبليت فيس، فدول كده مطار مع بعضه. انا عارف ايه؟ ان كل الاهالي اللي عندي فيس وينج وينج فيس انا حاططها في المطار ده، حاطط كل فروخهم في المطار ده. طب ممكن كمان يطلعوا لي دبل، وممكن يطلعوا لي سبليت دبل. تمام، يبقى انا هاخد كل العصافير اللي طالعه من تحت الاهالي دي شكلها عادي، بس انا عارف ان هي سبليت دبل احطها في مطار تاني. يبقى انا عارف ان كل المطار ده سبليت دبل. يبقى انا هنا كده مقسم مطاراتي، عارف ان المطار ده كذا، المطار ده كذا، المطار ده كذا. اي عصفور هجيبه انا مطمن ان انا بايع صح، مطمن ان انا مطلع العصفور صح، سواء فيس سبليت وينج وينج سبليت فيس، او سواء المطار الثاني مثلا دبل سبليت دبل. تمام. طبعا الدبل الصريح باين عليه. يبقى انا احط مثلا السبليت دبل مع الدبل الصريح، يبقى دي كده جوازه هبيعها الهاوي يستفيد منها، ودي جوازه هبيعها الهاوي هيستفيد منها، لان دي صريح مع سبليت ودي صريح مع سبليت. بس هنا كل عصفور شايل طفره وسبليت للتانيه. هنا عصفور شايل الطفرتين وعصفور صريح عليه الطفرتين اللي هو سبليت دبل مع دبل صريح، وده اللي احنا شرحناه في فيديو قبل كده. طيب ده مثال احنا مش هنطول فيه يعني. يبقى انا هنا كده انا كهاوي انا ببيع وانا مطمن بضمان السبليت، لان انا متاكد ان خلاص العصفور اللي انا ببيعه سبليت مضمون 100%. تمام. طيب، نيجي لنقطه ثانيه. انا دلوقتي ما عنديش مساحه ان انا اعمل مطارات. اجنده يا باشا، اجنده، وتبدا في الاجنده دي تكتب كل جوز عندك اهالي في صفحه. تمام، مثلا، وتبدا تشتغل دبل. لازم تشتغل دبل في الوقت ده. ليه؟ انت هتميز بقى العصفور اللي عندك في المطار من خلال الدبله. هتكتب مثلا ان الجوز ده مثلا عين واحد او سلكه واحد او عش واحد، حسب ما انت هترقم عندك. وقلنا ان الترقيم ده مهم. لو تفتكروا قبل كده في فيديوهات كتير قلت لكم ترقيم العشوش وترقيم السلكات مهم. ده كمان ترقيم المسائي والاكلات مهم، علشان ما نقلش سقايه من عين لعين وممكن عصفور يبقى تعبان، ما نقلش اكاله من عين لعين وعصفور يبقى تعبان، ما نقلش طاجن من عين لعين ثانيه وعصفور يبقى تعبان والسقايه او الاكاله او الطاجن ينقل المرض دوت للعصفور اللي تحته. امال انا بربي فرد ليه؟ ما انا بربي فرد علشان ابدا اقلل من انتشار الامراض داخل المزرعه. طب نرجع لموضوعنا. انا دلوقتي بدات ان انا اعمل اجنده، وعملت لكل عين عندي لكل زوج اهالي صفحه. الاهالي دول اول عش طلعوه والعصفور مثلا في سن اسبوع، في عمر اسبوع بدات ان انا ادبل العش.
دبلت العش بدبله رقم كذا ودبله رقم كذا ودبله رقم كذا ودبله رقم كذا، الدبل دي خدت عندي العش دوت الارقام الدبل دي، هكتب ارقام الدبل واكتب ان دول انتاج الاهالي دي، وان دول سبليت كذا. يبقى انا خلاص لما باجي ابيع انا مسكت العصفور، هبص على العصفور وابص على دبلته، هبص على العصفور وابص على دبلته واطلع دبلته ديت من تحت انهي اهالي. يعني انا كده هعرف اوصل للعصفور ده هو من تحت انهي اهالي. ويا سلام بقى لو الاهالي كمان متدبله، عرفت العصفور من تحت انهي اهالي، هبدا اعرف العصفور ده سبليت ايه، فهبيعه برضه وانا مطمن ان ما يحصلش خطا اثناء البيع. طيب ايه الاصول يا عم احمد لو انا بعت عصفور غلط؟ علشان ده السؤال اللي جالي ودي المكالمه اللي جات لي. حد الاثنين ما شاء الله، ده امين وده امين، اللهم بارك، ربنا يا رب يبارك لكل واحد عنده امانه في طيوره وما بيرضاش يدخل على نفسه جنيه حرام. الفرق المشكله كلها ان الهاوي ده اتلخبط لما جه يبيع نتايه، باعها على اساس ان هي سبليت فيس وسبليت وينج، وهي مثلا في واحده شبهها بالظبط سبليت دان فولو. فطبعا اللي هي سبليت فيس او وينج دي لها سعر، واللي هي فالو سبليت دان فالو لها سعر تاني خالص. والاثنين قدامك باينين ان هم نتايات عاديه ماسكه ريش، اللي هي مثلا شوشه كورك او شايله ريش، الكلام ده كله. فالعصفورتين شبه بعض، هو بدل ما يديله دي اداله دي. رجع بعد فتره بيراجع مع نفسه كده المطار وبيبص على العصافير اللي هيطلع منها عروض بيعها والكلام ده، النتايه اللي كان شاريها لنفسه سبريت ده فالو مش لاقيها، مش لاقيها في المطار. قعد يراجع نفسه، افتكر ان هو باعها غلط للهاوي ده. الهاوي طبعا كان خد النتايه على اساس انها سبليت فيس او سبليت وينج او، وبدا ان هو يجوزها، ولما جوزها بدات ان هي تجهز عش وتضع بيض. الهاوي اللي باع بيكلم الهاوي اللي اشترى وبيقول له النتايه اللي عندك معلش انا بعتها لك بالغلط رجعها لي. فلما قال له رجعها لي قال له ده حطت بيض، قال له النتايه حطت بيض. هنا ايه الحل؟ الحل لو الهاوي ده يقدر يحضن البيض ويرجع له نتايته وياخد النتايه الصح اللي هو المفروض محاسب عليه، يبقى ده اول حل. طيب انت عرفت بقى ان دي نتايه سبليت ده فاضي وانت مش عايز ترجعها، تمام، مع انها هو كده كده مش هيستفيد بيها، لان هو مش مديها لحاجه دان فاضي او حاجه سبليت دان فاضي. طيب هو دلوقتي ما عندوش مكان يحضن فيه البيض، او ما عندوش جوز تاني يحضن تحته البيض، وقال له استنى لما العش يخلص، استنى لما العيش يخلص. لو المشتري لو البائع اللي هو باعها له بالغلط صبر عليه، خلاص مفيش مشكله. طب لو البائع محتاج النتايه، تمام كده هو خسر المشتري العش ده، لان العش دوت خلاص هو مش هيقدر يحضر البيض. فهنا بتبقى بالتراضي. بالتراضي ازاي؟ يا عم انا اديت لك نتايه بالغلط، خد نتايتك اللي المفروض ان انت كنت تاخدها من البدايه، وانا هعوضك عن البيض اللي انت خسرته، هعوضك عن العش اللي انت خسرته، هعوضك عن الشهر اللي انا اخرته معاك نتيجه ان انا كنت بايع لك حاجه غلط. فانا كده هو اتاخر شهر، الشهر دوت كانت هي اتجوزت وتوالفت وبدات تحط بيض وهو خسر البيض ده. لو هو متسامح جدا وقال له خلاص انا هجيب لك النتايه وربنا يعوض في البيض، اللهم بارك. طب لو هو قال له لا معلش انا كده انت عطلتني شهر وانا خسرت البيض، معلش انت تعوضني عن الشهر ده، بتبقى بالتراضي برضه. بس هي دي الاصول. الاصول ايه؟ الاصول ان انا بعت حاجه غلط ده ما يبقاش على نفسه، واللي باع غلط، اللي باع غلط يتحمل نتيجه الخطا او الغلط اللي هو عمله، ان هو عطل المشتري ده شهر، فيبدا ان هو يعوضه باي شيء بقى. دي بالتراضي ما بينهم، انا ما اقدرش اتدخل فيه. طب الميعاد اللي هم هيتفقوا عليه يرجعوا فيه النتايه، برضه بالتراضي ما بينهم، انا ما عنديش اي مشكله. المهم ان هم تراضوا وقدروا ان هم يوصلوا لحل وسط يرضي الطرفين. فدي مشكله من ضمن المشاكل اللي بتحصل بين الهواة. علشان كده انا وضحت في الفيديو ده ازاي ان احنا نعلم العصافير السبليت. ده في دلوقتي اسهل من ده ومن ده، يعني اسهل من فكره ان انا اجيب مطار او كذا مطار علشان اقدر افرز فيه الفروخ اللي طالعه، وفي حاجه اسهل من الدبل المعدن اللي هي بتبقى مكلفه شويه على الهاوي. في دبل بلاستيك، في دبل بلاستيك بتتباع، بتتفتح وتتقفل، دبل كليبس. الدبل دي ممكن تجيب منها مجموعه عندك. السبليت فيس اخضر، دبله خضراء بلاستيك، كله هياخد الدبله الخضراء بلاستيك. كنا بنعمل ده في الزاجل، كنا بنعمل ده ايام زمان في الزاجل. السبليت مثلا ده الفالو كله دبله حمراء، تمام، مثلا عشان هو عينه حمراء. يا عم السبليت وينج دبله سمراء. يبقى انت كده برضو المهم ان انت تميز الفروق علشان تقدر تبيع صح. طب السبريت 50% ما بشتريهوش ولا تشتريه ولا بجنيه ولا بجنيه، انت كده بتشتري سمك في ميه.
انت مش ضامن العصفور ده شايل الكفره ولا مش شايلها، لان هو احتمال ان هو يبقى شايلها بنسبه 50% او مش شايل، او احتمال ان هو يبقى مش شايلها بنسبه 50%. ده معنى كلمه سبليت 50%. فكده عرفنا ازاي نميز بين السبليتات المختلفه عندي داخل المزرعه وانا شغال في الموسم، سواء باجنده، سواء بدبل، سواء بمطارات، سواء بدبل بلاستيك. انا ابدا ان انا اميز الفروخ اللي طالعه. المهم ان انا اقدر ان انا اميز انتاجي علشان ابيع صح، علشان ما يجيش مشتري يقول لي يا عم انت ضيعت عليا وقت وانت اخرتني وانت، فمعلش عوضنا عن الوقت والتاخير والعش اللي انا خسرته، وحقه دي اصول، والاصول ما بتزعلش حد. فالفيديو ده كده فيديو بسيط علشان انا نفسي ان كل الهواة تتعامل مع بعضها بحب، تتعامل مع بعضها برجوله. النصب الكتير دوت والله ما فيه بركه، ولا عمرنا ربنا هيبارك في اي قرش حرام. فلازم ان احنا نراعي ضميرنا سواء في البيع سواء في المشتري. المشتري برده ما يقبلش حاجه على نفسه لو عارف ان هي عصفور سبليت بطفره تانيه اغلى، يا اما اعوضك بفرق السعر، يا اما ارجع لك النتايه دي واخد النتايه اللي المفروض ان انا كنت هشتريها في البدايه. شكرا لكم. فيديو خفيف كده، معلومه مهمه ازاي ان انت تميز بين السبليتات. لو عندك اي استفسار ابعت لي في التعليقات. اخوكم احمد ابراهيم من قناتكم هوا عصافير الجنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.